صديد البول هو عدوى شائعة. متى يكون خطيراً؟ يعني إيه التهاب مجرى البول؟ التهاب مجرى البول هي عدوى بتصيب الجهاز البولي، غالباً بتصيب الجهاز البولي السفلي، ساعات بتصعد اللي هي تصيب الجهاز البولي كاملاً وصولاً إلى الكلى. العدوى دي ممكن تصيب جميع الفئات العمرية، ولكن دايماً بتصيب النساء أكثر من الرجال، وذلك لقصر مجرى البول. إيه هي أعراض التهاب مجرى البول؟ أولاً الإحساس بالحاجة القوية والمفاجأة للتبول، كثرة التبول ولكن بكميات صغيرة. الحاجة الثالثة إن ممكن المريض يحس بحرقان في البول، يبقى لون البول متعكر أو رائحته قوية أو نفاذة، وآلام الحوض. طب إيه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل من التهابات مجرى البول؟ أولاً إن ممكن التهابات مجرى البول زي ما قلنا تصعد إلى الكلى. لو صعد إلى الكلى هيعمل أعراض مختلفة، هيعمل سخونية، رعشة، ألم في الجانبين أو في الظهر، ممكن كمان يبقى فيه إحساس بالغثيان. الحاجة التانية إن ممكن الالتهابات دي كل شوية تتكرر، ولو اتكررت كتير وما تعالجتش ممكن تؤدي إلى ضرر دائم في الكلى. كمان إن ممكن المرضى اللي عندهم ضعف في المناعة أو مرضى السكر ممكن التهاب مجرى البول يؤدي بيهم إلى لا قدر الله تسمم في الدم، ولو مريضة حامل ممكن تؤدي إلى الولادة المبكرة. عشان كده نخلي بالنا، لازم عند حدوث الأعراض دي نتوجه سريعا إلى الطبيب المختص للتشخيص والعلاج، حيث أن العلاج المبكر بيقلل حدوث المضاعفات دي. كنت معاكم دكتورة أمنية صلاح، مدرس واستشاري الأمراض الباطنة والكلى في عيادات هيلثي كير.